السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كرم العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان ثلاثية معتادة من كولر: الأهلي إلى نهائي الكاس. النهاردة طبعا كان مباراة الأهلي وإنبي في قبل نهائي الكاس نسخة 2022-2023. طبعا في ظل وجود اتحاد الكورة اللي احنا مش عارفين مين بيلعب فين وأنهي بطولة، والبطولة القديمة والبطولة الجديدة، واللخبطة المستمرة من اتحاد الكورة. النهارده الاهلي بيلعب مع انبي مباراه يمكن كل فايدتها انها تحدد مين الفريق الرابع للسوبر، عشان كده كانت متقدمه. بعكس مباراه الزمالك وبيراميدز الطرف الثاني هتاخر شويه، تلعب في 8 نوفمبر على ما اتذكر. مباراه النهارده طبعا الاهلي دخل لقاء بالشناوي في حراسه المرمى. في الدفاع محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، وعلي معلول. في الوسط كان اليو ديانج ومروان عطيه ومحمد مجدي قفشه. وفي الهجوم كان بيرستاو وموديست وحسين الشحات. التشكيل طبعا نلاحظ فيه بعض التغييرات، يعني او التدوير اللي بيستمر عليه كولر من اول ما جه. فالنهارده في يمكن اول مباراه من بدايه السنه، بدايه الموسم ده، يعني ما يبقاش متواجد فيها امام عاشور، او ما يبقاش اساسي، يعني ما لعبش بصفه اساسيه. حسام عاشور كان موجود احتياطي، وايضا رامي ربيعه ما كانش موجود. رامي ربيعه يمكن عشان خاطر كان في يعني في خراج في رجله بيشيل، عالج من خراج في رجله. مباراة طبعا زي ما قلنا انتهت 3-0 وليها اكتر من مكسب. بدايتها طبعا ان الوصول لنهائي البطولة، والمكسب الثاني هو ان انتومون موديست احرز الهدف الثاني. يعني يمكن الاهلي في الشوط الاولاني احرز الهدف الاول علي معلول من ضربة جزاء تسبب فيها اليو ديانج، اللي يمكن انا كنت بتكلم في الفيديو اللي فات الاهلي مفتقد حمدي فتحي، ان مفيش حد الثمانيه اللي بيزيد يخش جوه ال 18. النهارده مع ديانج بيزيد وبياخد الكوره وبيرقص، فالمدافع اللي هو كالوشا بيضطر يحط رجله قدامه ويشنكله ويجيب ضربه جزاء، فبيتسبب في ضربه جزاء. لكن برضه باكد ان اليو ديانج ما هوش حمدي فتحي، لان هو بيخش جوه ال 18 هو مش عارف هو بيعمل، هو عايز ايه. يعني بعد ما بيدخل بيتواجد فعلا في اماكن كويسه واماكن خطيره وبيتصرف كويس، بس في الاخر هو مش عارف هو المفروض يعمل ايه. ضربه جزاء طبعا دخل علي معلول لعبها واحرز الهدف الاول. في الشوط الثاني بقى المكاسب زي ما بنقول ان انتوني موديست احرز الهدف الثاني. كرة يمكن اسيست من لاعب العجوز، لاعب انبي. بس لاعب الكرة هو اللي بصاها لموديست. موديست رقص وحطها في الجون، حاول المدافع سيف العجوز ينقذها، لكنها جت في رجله ودخلت جون. الهدف الثالث برضو كان من امام عاشور اللي نزل في الشوط الثاني. فده يعني المكاسب زي ما قلنا ان انتر موديست بيحرز اول هدف، ان شاء الله يبدا يندمج سريعا مع الفرقه. وامام عاشور اخيرا احرز هدف، يعني رغم محاولاته كتير على المرمى قبل كده يعني. زي ما قلنا يعني طبعا التشكيل يمكن في الشوط الثاني مع التغييرات اللي بتبدا دايما بتاعه كولر بعد الدقيقه 65 او في الدقيقه 68 في الحدود دي، في الثلث الثالث يعني من المباراه. نزل 5 تغييرات، يعني عمل 5 تغييرات، اللي هو بنزول امام عاشور وبنزول كريستو، امام عاشور وكريستو وكوكا وكهربا. امام عاشور وكريستو وكوكا وكهربا وطاهر، محمد طاهر اللي ما شفتوش فعلا في الملعب لما نزل، فعشان كده يمكن نسيته. وعلامة استفهام كبيرة جدا على طاهر. محمد طاهر لغاية دلوقتي مش قادر ياخد، مش قادر يرجع، يعني مش قادر ياخد ثقة في المباريات. مش عارف اقول ايه، يعني المفروض هو بقاله مدة بيلعب لكن هو مش قادر يثبت نفسه في الفرقة، وفي مشكلة يعني. طاهر محمد طاهر طال العلاج لازم. يعني طبعا خرج موديست، وخرج آه، موديست وقفشه وتاو وحسين الشحات. آه، موديست وقفشه وتاو وحسين الشحات.
في حد خامس مش متذكر مين بقى، ديانج تقريبا، لا مش فاكر مين الخامس. المهم هي دي الخمس تغييرات اللي الاهلي عملها، وزي ما قلنا المباراه انتهت 3-0 صالح الاهلي. المكاسب زي ما قلنا، اول حاجه الوصول للنهائي، تاني حاجه ان زي ما قلنا مودست وامام عاشور احرزوا هدفين. من المكاسب برضو المباراه ان احنا عرفنا التيمبو بتاع كولر، يعني هو كولر ماشي ما شاء الله السنه دي، يعني 4-3-4-3، يعني هو ماشي كده. يعني اول مباراه يمكن بعيد عن مباراه السوبر، فهو مباراه المصري كسب 4-0، بعد كده سان جورج اول ماتش كسب 3، تاني ماتش كسب 4، النهارده بيرجع يكسب 3، يعني ان شاء الله يوم الاحد الجاي في انتظار الاهلي يكسب 4 تانية، مع يكسب اسماعيلي ان شاء الله ب4، يعني بنفس الشكل اللي ماشي بيه مارسيل كولر. فوائد كتير طبعا، يعني من ضمن برضه الفوائد للقاء ان تغيير خطه اللعب المستمره بالاهلي، زي ما قلنا شفنا الماتش اللي فات بيلعب امام عاشور وقفشه اتنين عشرات وتحتهم سته اللي هو كوكا. النهارده بنلاقي امام عاشور بيلعب كهاف ليفت، والناحيه الثانيه بيلعب كريستو اللي كان بيلعب ليفت المره اللي فاتت بيلعب رايت النهارده. فدلوقتي كل واحد بيلعب في اي مكان، اي واحد يلعب في اي مكان، المفروض ان هو ينزل يأدي، مالكش دعوه تنزل في المكان ده تلعب وتأدي وتجيد، ولازم تأدي بالشكل ده يعني. فبدايل كتير، وراية تريح اللعيبه طبعا برضه قلنا التدوير اللي بيعمله، وخطه بتتغير برضه بتعمل مشاكل للمنافسين، انت مش عارف بقى هل بتلعب ب 4-3-3 الطبيعيه، ولا بتلعب ب 2 10 زي ما قلنا، ولا هتلعب بمين فين، يعني مين. فدي هتبقى في مشاكل مع المدربين بعد كده. اعتقد ده اهم حاجه يعني كان في الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.